السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم أفكار مزارع. في هذا الفيديو سنتحدث عن 5 طرق لكسب المال من تربية الدجاج، وسنخبركم في نهاية الفيديو عن أسهل تلك الطرق وأيهم سيجلب أسرع عائد إن شاء الله، بالإضافة إلى تقديم النصائح لكل طريقة من الطرق. فرجاء لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب إذا أعجبك الفيديو بطبيعة الحال، وفكر بجدية في الاشتراك بالقناة لتتلقى المزيد من هذا المحتوى وتساعد القناة على النمو. فلنبدأ على بركة الله. تعتبر تربية الدجاج نشاطا مربحا ويوفر العديد من الفرص التجارية، وكما أخبرناكم في مقدمة الفيديو سنشرح الطرق الخمس لكسب المال من تربية الدجاج، ثم نقدم بعض الملاحظات. فالأمر ليس بهذه البساطة والسهولة التي يبدو عليها. أولى هذه الطرق هي بيع البيض. فبيع البيض يعتبر من أكثر الأنشطة شيوعا في تربية الدجاج، فإذا كان إنتاج البيض جيد فمن الممكن بيعه لمحلات السوبر ماركت أو الدكاكين أو المطاعم أو حتى للمستهلك مباشرة، أقصد هنا الجيران والأقارب. فالناس تلجأ دائما إلى الأشياء الأقل ثمن، ويجب أن يكون لديك إبداعا في التسويق، فتقوم بتصنيف البيض حسب الحجم الصغير والكبير والمتوسط، وكذلك حسب اللون البني والأبيض وهكذا. وثاني طريقة هي بيع الدجاج المذبوح، وهذا من تربية الدجاج اللاحم، وهو نشاط آخر يمكن أن يكون مربح للغاية، وهو نشاط منتشر أيضا. فيمكن بيع الدجاج المذبوح للجزارين أو المتاجر المتخصصة في هذا المجال أو المطاعم أو أصحاب الشوايات، وأيضا يمكن بيعه للمستهلك مباشرة. ومن مميزات هذا النشاط أن الدجاج المذبوح يكثر عليه الطلب في السوق وثمنه مرتفع، كما يمكن بيع الطيور الحية إلى المذابح وهم يتولون عملية التسويق. ثالث طريقة هي بيع الكتاكيت والصيصان، ويمكنكم بيع الكتاكيت والصيصان لمن يرغب في بداية التربية الخاصة بهم، ويختلف ثمن الكتكوت حسب العمر والسلالة وصحة الكتكوت. كما يعد بيع الدجاج البالغ خيارا جيدا أيضا عندما تتعلق الأمر بتربية السلالات النقية. رابع طريقة وهو بيع البيض الملقح. فيعتبر بيع البيض الملقح نشاطا مربحا، خصوصا إذا كان بيع بيض السلالات النقية. وكما يعلم الجميع أن البيض الملقح ينتج الكتاكيت، وكل ما تحتاجه هو ديك مع الدجاج. ويمكن بيع البيض للمربين الذين يرغبون في تربية السلالات النقية، سواء كانت سلالات زينة أو سلالات الإنتاج. كما يمكنك بيع البيض لأصحاب الفقاسات، فب10 دجاجات من السلالات النقية وديك يمكنك تحصيل عائد لا يستهان به لغلاء بيض السلالات. وخامس طريقة هي إنتاج السماد العضوي. ففضلات الدجاج مصدر ممتاز للأسمدة العضوية، ويمكنك بيع الأسمدة للفلاحين والمزارعين، وربما إلى الشركات التي تستخدم المنتجات العضوية. علاوة على ذلك فإن إنتاج الأسمدة نشاط لا يتطلب استثمارات كبيرة، فيمكن تنفيذه على نطاق صغير بالنسبة للمربين الذين لديهم عدد قليل من الطيور. مما سبق نستنتج أن هناك طرق كثيرة للربح من تربية الدجاج، وقبل البدء فلتعلم أن هذه الطرق ليست بهذه السهولة التي تبدو عليها. فتربية الدجاج يتطلب بيئة جيدة، وكذلك الحصول على السلالات المتخصصة لكل نشاط. فلإنتاج البيض سلالات خاصة مثل الجورن والأسترالوب وغيرهما كثير. أما بالنسبة لتربية الدجاج اللاحم هناك العديد من السلالات مثل الكوب 500 وغيره. وأما دجاج الزينة فحدث ولا حرج كالبراهما والبادو وغيره. والآن نأتي إلى زبدة الفيديو. بالنسبة لتربية الدجاج البياض على سبيل المثال، يعتبر الأكثر تعقيدا في رأيي
لأن الدجاج البياض حساس للغاية ومتطلب، فهم حساسون للتغيرات المناخية ولكمية الأكل ونوعيته. أما بالنسبة للدجاج اللحم فهو أقل تعقيدا، ودورة القطيع سريعة في حدود 40 يوم. أما بالنسبة للحظيرة فليس هناك حاجة لمساحة كبيرة، فهو بالأساس اقتناء الكتاكيت وتغذيتها، وما عليك إلا اختيار سلالة الأكثر إنتاجا للحم والبدء بالمشروع. أما بالنسبة لبيع الكتاكيت فهو أسهل الطرق وأقلها تكلفة، ويمكنك إنتاج الكتاكيت من مزرعتك، أو تقوم بشرائها من المنتجين بعمر يوم، وتقوم بتطعيمها وبيعها بعد أن تكبر قليلا. أما بالنسبة لبيع البيض المخصب فهو الأكثر طرق ربحا وأسرعها لكسب المال، ولا يتطلب منك سوى الحصول على عدد قليل من الدجاج وديك، وبعدها تتمكن من بيع البيض المخصب، فبيض السلالات غال ومطلوب في السوق. ويجب عليك فصل كل سلالة على حدة في الحظيرة، ولا تنسى العدد المناسب للدجاج لكل ديك لتكون نسبة التخصيب مرتفعة، وكذلك اختيار الأمهات بشكل جيد وطرق تخزين البيض، فأي تقصير منك يؤدي إلى سمعة سيئة، وهذا ليس بجيد بالنسبة لعملك. أما بالنسبة للأسمدة فما عليك سوى بتعلم عملية تخمير فضلات الدجاج، والتي تستغرق من 60 إلى 90 يوما، وهذا بأن تقوم بعمل كومة من السماد الطبيعي وتغطيتها لمنعها من التبلل الشديد في حال نزول المطر، وتقوم بتقليبها مرة واحدة كل أسبوع. وبعد أن يجهز يمكنك وضعه في أكياس لبيعه أو تستخدمه في مزرعتك، فالسماد المصنوع من فضلات الدجاج يعتبر من أفضل أنواع الأسمدة. حسنا، إذا كنت قد وصلت إلى هذا الحد من الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.